السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقاء مدرج التالتة، يا مساء الفل عليكم. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. في نغمة كده اليومين دولت شغالة، أنا مش فاهمها بصراحة ومش مصدقها والله، بس ماشي مفيش مشكلة نسمع منهم. إخواننا الزملكاوية عشان يغيظوا الأهلي او الاهلاويه او اي حد بينافسهم، بيقول لك ايه بقى؟ ان بيراميدز يستحق ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا، ويستحق الدوري، ويستحق الكاس، ويستحق يلعب في بطوله افريقيا. الله، قصدي يلعب في بطوله كاس العالم للانديه. طيب ماشي، حلو جميل، مفيش مشكله، المنافسه جميله والمنافسه حلوه، بس انت مش واخد حق. انت مش واخد بالك والله بجد، انت مش واخد بالك ان هو خد مكانك؟ ده واخد مكانك، يخرب بيت مخك، واخد مكانك. هتقول لي واخد مكاني ازاي؟ هقول لك ايوه، كاس مصر هو بينافس معاك على كاس مصر، على النهائي، عشان الاهلي طبعا ما شاركش يعني. هياخد كاس مصر، الدوري هياخد الدوري زي ما انت ما بتقول، دوري ابطال افريقيا هياخد دوري ابطال افريقيا. طب ما هو واخد مكانك، انت فين بقى؟ يعني انت فين؟ هتقول لي ما هو الاهلي هو اللي دمر الزمالك. طب ليه ما دمرناش بيراميدز؟ يعني ليه ما دمرناش بيراميدز هو كمان؟ ما هو منافس قوي زي ما انت بتقول. يا منيل بنيله، ده خد دورك، واخد مكانك، ان كان مركز اول او مركز تاني في الدوري، او في بينافس على بطولة افريقيا، او زي ما انت بتقول عايز ياخد كاس العالم ومش عارف ايه، وسكواد جامد وسكواد تقيل وباذن الله هيعمله انت بقى فين؟ انت فين من المنظومة دي؟ انت فين من الكلام دوت؟ انت بتشجع النادي ده ليه؟ عشان الاهلي؟ يعني انت بتشجع النادي ده عشان ينافس الاهلي؟ هو بص، هو اللي احنا فهمناه منكم واللي فاهمينه طول عمرنا ان انتوا بتنافسوا ان الاهلي يقع، مش ان انتوا تاخدوا بطولة. دي كارثة، دي مصيبة سودة، بس انتوا مش حاسين بيها. انتوا مش عايزين تعترفوا. طب ما تشجع فريقك، ولا عشان مجلس ادارتك مش عارف يعمل حاجة، مش عارف يجيب لك فلوس، مش عارف يجيب لك بطولات، مش عارف. ده في المقابل بقى ان احنا بناخد لعيبتك. بناخد لعيبتك، ايه المشكلة يعني؟ بناخد لعيبتك. انا يا سيدي بقوي فريقي، ايه المشكلة؟ عايز تاخد لعيبتي خد لعيبتي، قدرت تاخد لعيبتي خد. ده لو قدرت، معاك فلوس هات فلوس. انت مش بتقول معاك شيكات مفتوحه ومعاك الخزم مفتوحه ومعاك الدنيا كلها؟ طب هات يا عم اللعيبه، شوف اللعيبه اللي تقدر عليها وهاتها، مفيش اي مشكله، سهل جدا، بس نفذ. انت اتاخد مكانك والله بجد، انت اتاخد مكانك. المشكله الاكبر بقى ان لو في مستثمر جه وخد نادي تاني زي ما بيتقال يعني الايام ديت، وانا واثق ان هيحصل الكلام ده، هيجيبوا فريق وهيقويه وهيقوي السكواد بتاعه، وهياخد مركز ثالث مثلا مكانك برضه، هتبقى انت رابع، وهكذا وهكذا وهكذا. طب انت فين؟ انت رحت فين؟ انت رايح فين؟ انت رحت مش راجع. ركزوا يا جماعه في الموضوع، انتوا مركزين بس ان توقعوا الاهلي ازاي، مش مركزين تقوي فريقك ازاي. دي مصيبه والله دي مصيبه. قوي فريقك، وقف ورا فريقك. معرفش. فلا، النغمه شغاله ان بيراميدز يا سيدي ماشي، بس هو خد مكانك والله. يلا مفيش مشكله، خليهم ياخدوا مكانك عادي خالص، عشان يبقى في منافسه، يعني تتغير الموضوع، بدل اهلي وزمالك يبقى اهلي وبيراميدز، اهلي وبيراميدز وانبي، واهلي وبيراميدز واسماعيل كده، فاهمني؟ مفيش مشكله، يلا.